انا زي طوب شغله هنشيل طب لا بلاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة فيديو جديد وروتين بقى مشجع. بص بقى، مش من الدرجة الأولى، قبل الأولى كمان. النهاردة فيديو حلو جدا جدا جدا. الفيديو ده احنا هنقسمه على كام واحد كده، هنزل لكم كل التفاصيل اللي احنا عملناها خلال اليومين دول. طبعا انا ما بعملش كده لوحدي، يعني يعتبر كده كله مشترك معانا في التنظيفات اللي هتشوفوها دي، بس بقى تنظيفات عميقة كده من القلب، قلب الحاجة كده بنعملها. فلو بتدخلوا قناتي لاول مره ولسه بتشوفوها، اشتركوا عند كلمه اشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه وتتفرجوا على الفيديو ان شاء الله. ترتيب بقى الفيديو هنمشي بالترتيب. اول حاجه كان عيد ميلاد بنتي، كان يوم كام؟ يوم 21/6. تمام، ده كان بالصدفه خالص. كانت اختي بقى جايبه لنا جاتوه حاجه ساعه وكده. المهم قعدنا نقول ايه، عاملين عيد ميلاد ومش عيد ميلاد. اكلنا بقى الجاتوه والحاجات دي ونزلنا. جينا بقى على الايه، على الشقه هنا. هنعمل بقى روتين حلو جدا فيها. تعالوا بقى شوفوا كده احنا هنعمل ايه. بس طبعا في البدايه عملنا الفطار لما صحينا، وبعد كده بقى عشان ندخل بقى على الشغل التقيل، كنا عاملين بقى طعميه ولانشون على بيض وبطاطس محمره ولانشون وبتنجان، كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، يعني ربنا يوسع عليهم. وبعدها كده بقى اخدنا ايه، استراحه شويه كده وقمنا بقى. احنا كل الستائر بتاعه البيت احنا هننزلها دلوقتي زي ما انتوا شايفينها، علشان في حاجات هتتحط دورات في الغساله، وفي حاجات تانية هنبدا نغسلها، يعني زي الستاره الموف دي والستاير التانية دي مش هتتغسل في الغساله اصلا، دي هنغسلها في البانيو زي ما هتشوفوا بالظبط. نزلنا بقى الستاير زي ما انتوا شايفين، هما ما شاء الله كده 4 كبار، في كل اوضه واحده. ماشي. ودي طبعا عند الايه الصالون موجوده يعني. فاللي هم اللي لونهم ابيض دول نقعناهم في البانيو حوالي مرتين كده ولا حاجه، وبعد كده بنحطهم دورات في الغساله. هجمعهم دلوقتي انا هنا في المكان ده، عشان طبعا نبدا نحط الابيض لوحده والالوان لوحدها، وهناخد كل المفارش دي كلها، لان احنا بقى بصوا احنا نعمل تنظيف عميق للشقه كلها، يعني كل مكان في الشقه كده احنا هننضفه، وهنشد بقى كل حاجة ونكنس ونمسح تحتها وكده. كل الفيديوهات دي هتنزل معاكم، بس خليكم متابعين الفترة الجاية، هنزل لكم فيديوهات مشجعة جدا جدا، وطبعا فيها غسيل سجاد بقى وترويق المطبخ كده من قلبه من جوه. بصوا يعني عملنا شوية مجهود طحن، طبعا مش انا لوحدي، يعني كلنا بقى يعني مع بعض وكده. بس دي كده اللقطات كده كنت باخدها لكم عشان اشجعكم برضو. دخلنا هنا على البانيو، ملينا طبعا المية، وهنحط عادي مسحوق عادي خالص، يعني كنا بنحط برسيل او لا ده كان اوكسي، وبنحطه وبعد كده بننقع الستاير فيه طبعا، لان هي اصلا انتوا عارفين الستاير دي ما بتبقاش فيها بقع ولا حاجه، بس هي بيبقى فيها كميه تراب او عفار كبيره يعني. فانت محتاجه ان انت قبل ما تحطيها في الغساله لازم تديها يعني زي ما انت شايفه كده، تنقعيها ولو مثلا ساعتين 3 هتفرق معاكي جدا. بصوا احنا بننقع كل حاجه لوحدها، يعني ما كانش ينفع ان احنا نحط الالوان او اللي هم لونهم غامق مع الحاجات اللي لونها ابيض، طبعا دول كتير ودول كتير، فاحنا هنخلي كل حاجه لوحدها علشان ما فيش حاجه يعني مثلا ايه تنزل ميه على حاجه تانية. بدأنا طبعا باللي لونهم ابيض، هنحطهم كده، حطيناهم في البانيو شويه وبعد كده طلعناهم على حرف البانيو زي ما انتم شايفين، وحطينا اللي لونهم ايه غامق شويه، بعد كده بنغير الميه وهكذا لحد ما بيتصفوا خالص، وبعد كده ناخدهم بقى نحطهم في الغسالة. فبسم الله ما شاء الله بقى، انا عايز اقول لكم كده يعني شويه نشاط من الاخر. اللي هتشوف الفيديو ده ومش هتتشجع يبقى هي جواها بصراحه حاجه، يعني المفروض بعد ما تشوفوا كميه النشاط اللي في الفيديو ده تقوموا تخلصوا كل اللي عندكم. يلا بقى هندخل على الاوض واحده واحده. احنا هنشيل برضو السجاده نغسله، بس انا مش هجيب معاكم النهارده غسيل السجاد لان الفيديو لقيته تقيل بصراحه، هيعدي 20 دقيقه. فانا هشارك معاكم الفيديوهات، كل الفيديوهات اللي جايه دي خلال الفتره الجايه يعني باذن الله.
هناخد بقى ده سجاد اوضه النوم، هناخده طبعا المشايه الكبيره دي هنغسلها، وكمان المشايتين الصغار او الصغيرين دول. بصوا احنا بنجيب لكم، يعني انا بجيب لكم تصوير حاجه واحده. يعني مثلا صورنا اوضه النوم زي كده، احنا طبعا عملنا اوضه الاطفال او اوضتين الاطفال بالطريقه دي. يعني برضو بنشيل السجاد اللي فيها ونكنس ونظبط الدنيا خالص، بس عشان الفيديوهات ما تطولش عليكم بنختصر يعني، واجيب لكم حاجه من اللي احنا بنعملها. دي الحفاظات دي هنشيلها من المكان ده، لان احنا طبعا يعني اول ما هنيجي نغسل السجاد طبعا هتتغسل معانا. وطبعا السفرة طبعا هنشيلها علشان ناخد من تحتها السجادة برضو، لانها تتغسل بقالها برضو فترة طويلة. وهنشيل السجادة اللي عند الصالون، كل الحاجات دي كلها يعني ايه هنشيلهم بقى كده وايه ونغسلهم معانا. طبعا احنا هنغسل النهارده بقى في مكان واسع في البرندة بتاعتهم، فالمكان واسع بقى ان انت تقدروا تاخدوا راحتكم يعني وتفردوا بقى السجادة اللي تبقى زي كده وتغسلوها براحتكم. ما اخدش معانا وقت والله ولا حاجة، وبعدين كل البيت اشترك بقى فيه في الغسيل ده، فيعني بسم الله ما شاء الله انجزنا بسرعه. يعني كان كل برضو غسلنا السجاد في نفس اليوم بتاع الايه، في نفس اليوم اللي احنا شلناه. طبعا احنا لما شلناهم على الحيطه كل واحد كان بيعمل حاجه. اختي اخدتهم على البلكونه او البرندة، قعدت تنفض فيهم شويه، وانا اخدت برضو يعني نفضتهم في الاخر برضو هتشوفوا دلوقتي. ودخلت انا بقى اكنس اوضه النوم، وننفض بقى الشباك والعنكبوت والتراب اللي كان فيها ونكنس بقى. هنا بقى بعد ما حطيناهم على البلكونه او على سور البرندة يعني هيتشمسوا اصلا يعني شويه وهم كانوا بيتنفضوا، وبعد كده احنا هنجيبهم بقى نبدا نحطهم في الارض علشان نغسلهم. تمام، بصوا بقى المنظر الجميل الحلو ده. يعني بصوا تطلعوا كده في البرندة تشوفوا المناظر الجميله دي. تعالوا اعمل لكم زوم عشان تشوفوا البحر معايا. الناس اللي ما راحتش تصيف انتوا بتصيفوا معايا مش عارفه هيجي، بس لو عملت زوم عليه او بصوا اللي ورا الازرق ده هو. تمام تمام. يلا بقى ندخل كده على اوضه النوم. احنا طبعا لما شلنا الستاره بيبقى عند حامل الستاير ده بيبقى عنده عنكبوت برضو كده من الجنب، ويبقى كده يعني ايه شويه تراب وعفر حواليه بقى لها فتره ما اتشالتش. فطبعا احنا عملناها طبعا ونزلنا كل الحاجات دي. هنفتح الشباك وننفضه اصلا كويس، وننفض كمان باب البلكونه. وبالليل عايزه اقول لكم ان احنا ايه مسحنا البلكونه، بس طبعا ايه ما صورناهاش، كنا بالليل يعني. بس احنا صورناها بقى على احنا مسحناها قصدي علشان ننزل بقى كمية التراب اللي كانت فيها، علشان ننشر بقى الستاير والسجاد اللي احنا كنا غسلناه. فمجهود يعني جبار بصراحة. حطوا لايك بقى لو وصلتوا معايا للوقت ده، اشتركوا بقى كده في القناة لو لسه بتدخلوها لأول مرة، وخدوا جولة في الفيديوهات التانية. انا عايزه اقول لكم بقى، انا بقالي فتره الفيديوهات بتاعتي بما ان يعني بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات، فانا حابه بقى تحطوا عليها لايكات عشان الفيديوهات تترفع، عشان قدروا بقى المجهود ان كل ده كنت عايزه اصور علشان اشجعكم. فاعملوا بقى حطوا اللايكات على طول. وبالنسبه بقى للفيديو اللي كان قبل ده فكان صوتي واطي فيه، فكان حد دخل مش عارفه اسمها ايه كده، نعمه او حاجه زي كده، فبتقول لي ايه، بتقول لي ما تعلي صوتك شويه، هو انت خايفه؟ انا اصلا في الفيديو لما جيت اسجله بقول لها يعني قلت فيه ان انا بسجل في الاوضه وكان فيها اوضه فيها ناس نايمه، فيعني الناس النايمه دي انا احترم الخصوصيه شويه، فما كنتش معليه صوت يعني ما كانش عالي يعني. فيعني من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يعني لو انت هتقولي كلمه حلوه قولي، لو مش عاجبك ان انت تسمعي الصوت الواطي ده اخرجي من الفيديو خلاص. تمام. فانا طبعا حذفت التعليق، هو مش موجود دلوقتي على الفيديو بس انا حذفته يعني. بس انا لما شفته اتضايقت، لان انا اصلا قايله في الفيديو ان انا موطيه صوتي عشان في ناس كانت موجوده في الاوضه كانت نايمه وانت متضايقه ليه؟ انت متضايقه الصوت مش عاجبك ان هو كان واطي في الفيديو ده، اخرجي من الفيديو خلاص. يلا الله المستعان. تمام. فطبعا النهارده الصوت عالي، واصلا يعني لو سمعتوا بقى تزعيق بره ولا حاجه يعني العيال بره. احنا بقى كنسنا كده كل الاتربه اللي كانت في الارض والحاجات دي كلها وخرجنا. بصوا كل زاويه في المكان بنشيل اي حاجه، حتى يعني مثلا السجاده اللي كان جنب الحيطه ده احنا شلناه طبعا وكنسنا طبعا مكانه. هنا المكنسه جنب النيش احنا برضو هنشيلها ونكنس، مع ان والله ما كانش فيه تراب قوي يعني. كل تفصيله بصراحه يعني بنكنسها ولا نمسح تحتها. احنا لسه ما مسحناش، يعني الوقت اللي انا بسجل لكم الفيديو ده فيه انا لسه طبعا موجوده عندهم، وما يعني ايه لسه ما مسحناش الاسطوله دي.
فاحنا بقى لسه هنعملها، وطبعا هننزل معاكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو هيبقى الاخير بقى، اللي هو خلاص يعني احنا يعتبر غسلنا السجاد وهينشف. لسه فاضل بقى ايه حاجات بسيطة يعني، نمسح المكان نروقه، نحط المفارش بقى، يعني نفرش اللي هي الحاجة الأخيرة يعني. فالفيديوهات بسم الله ما شاء الله مشجعة جدا جدا. أنا بتهيألي كده لو أنا بشوف حد يعني عمل كمية الشغل ده كله أنا هتشجع بصراحة، وأقوم أشوف أي حاجة تانية. أنا مش عايزة أعمل شغلانة يعني، أنا هقوم أعمل يعني بصراحة. فتمام. هنا بقى مكان ال اسمه ايه ده، الكرسي بتاع الانتريه الكبير. احنا برضو كل حاجة يا جماعة احنا شلناها من مكانها وكنسنا تحتها، وبعد كده هنرجعها. كان طبعا سلك النت وكده فاحنا بنشيله عشان برضو كان عليه عنكبوت والكلام ده كله. طبعا هنلم ده كده كان عند الانتريه او الصالون. هنا بقى تعالوا عند الركنة. كان عندها بقى العيال حاطه وراها اكياس شيبسي. هما طبعا بيقولوا ايه يا خالته هتصوري الفضايح دي اللي هي ايه اكياس الشيبسي والكراتين اللي هم رامينها. هم يسمعوا الفيديو ده طبعا. فقلت لهم هصورها عشان ما حد يرمي اكياس شيبسي وكراتين ورا الايه ورا الركنه، لان هم بيستسهلوا. هم قاعدين ياكلوا الشيبسي والكراتين، على هوريكم بس، ويقوموا حاطين بقى اكياس الشيبسي ايه وراها، زي طبعا ايه ما بيعملوا عند السرير برضو. احنا هننفض المكان. بصوا بقى انا جيت اشد القطعه بتاعت الركنه دي، بصراحه يعني اتفاجئت. يعني ايه ده كله؟ العيال بقى تاكل وتستسهل تقوم راميه كيس الشيبسي او الكاراتيه. طبعا الحاجات دي ممكن يعني على المدى البعيد لو حد ما بيحركش الاساس بتاعه او كده. بصوا كيس الشيبسي قد ايه هناك. تعمل بقى يعني نظام، اللهم صل على سيدنا محمد، حشرات بقى في المكان وكده، فهي حاجه مش حلوه بصراحه. هنا بقى بصوا هننفضها كلها، شلنا كمان الشلت اللي فيها وهننفضها. وبعد كده اصلا هنكنس تحتها ونلم الزباله في المكان من المكان يعني عزكم الله، ونرجع الركن لمكانها. يعني انا عايزه اقول لكم من شويه شغل طحن، حاجه كده فاخر من الاخر. اه والله بجد. يعني ايه عملنا مجهود حلو. طبعا مش انا بعمل لوحدي يا جماعه، عشان انا ما نسيبش حاجه لوحدي. يعني ده هما كله يعني احنا اغلب البيت كده يعني مشترك في التنظيف ده، بس اكتر حاجه بيبقى انا واختي يعني بصراحه. هنا بقى هننفض السجاد ده. هو اصلا اتنفض قبل كده، وهنبدا نفرده في الارض. هنفرده واحده فوق واحده، وده احلى طريقه تغسلي بيه السجاد او تغسلي بيها السجاد. هتخلي لك وحطي اكتر حاجه اللي هي اكتر حاجه يعني متبهدله او متوسخه حطيها تحت، وبعد كده افردي واحده فوق واحده. هتلاقيها بصراحه لما تيجي كده تغسلي الاخيره مش هياخد منك وقت، ومش هياخد منك ميه كتير ان انت مثلا ايه تقعدي تبلي كل واحده لوحدها. لا، هي اصلا اللي تحت دي بينزل عليها الميه بتاعت اللي فوقها واللي فوقها، فتلاقيها كده بصراحه بتحلو. عايزه بقى تحطي كلور وتسيبيهم كده، لو انت بقى سجادك وحش قوي يعني ممكن تحطي على كل واحده كلور، او تحطي حاجه يعني مثلا المسحوق اللي هتغسلي بيه، وتسيبيهم بقى تنقعيهم ساعتين 3 5 لو انت عندك مكان برضو واسع زي كده، وتسيبيهم براحتهم. وبعد كده بقى ترجعي بعدها تبداي تغسلي فيهم. هي طبعا هيفرق معاكي، هيريحوكي جدا وانت بتغسليهم. انا قلت لكم ان الغسيل بتاعهم هينزل في الفيديو تاني، هيبقى يعني ايه يعني اصلا هو واخد وقت طويل، بالاضافه ان احنا عملنا حاجات تانية، ففيديو تاني بقى هكمل لكم فيه. هنا بقى بعد ما كنسنا الصاله كلها دخلنا حطينا دوره ستاير في الغساله. وهي اصلا بصراحه هم كانوا نضاف، بس علشان يعني ايه بيتغسلوا مرتين ولا حاجه في السنه، فيبقى يعني ايه ياخدوا حقهم بقى. هنشغل بقى دورة عليهم ونسيبهم كده مع نفسهم، وبعد كده هندخل نعمل الغدا. بصوا بقى الغدا كان في يوم يعني مش غدا النهارده، او اليوم ده كنا عاملين كفته، وكنا عاملين مكرونه اسباجيتي جنبها وسلطه. ماشي. الكفته بالطريقه دي عادي يعني سهله جدا، وطبعا احلى بصراحه من اللي انا كنت بعملها بقى في ايه. ما كنتش انا بحطها في الصلصه، فالمره دي بقى النهارده هنحطها في الصلصه تكمل الاستواء بتاعها، وفي نفس الوقت بقى ايه هتطعم الصلصه وتديها يبقى طعم حلو كده. حطي طبعا البهارات والتوابل اللي انت تحبيها وتفضليها، واللحمه طبعا، وافضلي يعني ايه اعجنيها كويس، اعجني الايه الكفته كويس. كل ما تعمل خيوط كده وانسجه يبقى كده مش هتفك وتمام.
وطبعا احنا حطينا عليها بصله، حطينا عليها مثلا 4-5 عيدان كده بقدونس وخضره والبهارات اللي انا قلت لكم عليها وتمام. هنعملها زي كور صغيره، او عايزه تعمليها يعني اللي هي تصبعيها تمام مفيش مشكله. كل واحد حابب اي طريقه يعملها. احنا بقى في الوقت ده بصوا، احنا دلوقتي بنت اختي ده لازم تحط معايا، يعني مش ايديا اللي رايحه جايه دي. المهم احنا هنعمل ايه، هنحطها في الحله، هتاخد بس هتتشمع كده، وبعد كده نخرجها ونفضل نحط دور ورا دور لحد ما نخلصهم كلهم. بعد ما نخلصهم بقى هنبدأ نعمل صلصة المكرونة وننزل فيها، ننزل بالكفتة دي في صلصة المكرونة. أكلة حلوة جدا، العيال الصغيرة بتحبها والكبار برضو بياكلوها. يعني عايزة أقول لكم المكرونة الأسباجيتي دي يعني ماشية مع كل المراحل العمرية، كل الكبير والصغير بيحبها. المهم أنا إيه، هنعمل زي ما بقول لكم كده، وهنطلعها في الطبق على التانية، وهنعمل الصلصة زي ما بقول لكم بالظبط. لو وصلتوا بقى معايا الوقت ده، ادعوا لأمي بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. وادعوا أهل غزة وفلسطين وكل المستضعفين في الأرض، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا عاجلا غير آجل، اللهم آمين. وكمان حطوا لايك وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واشتركوا في القناة لو لسه بتدخلوا قناتي لأول مرة. تمام تمام، طلبات كتير أنا عارفة بس يلا مش مهم. هنا حطينا، كنا مقطعين، كانت اختي بتحضر لي الحاجات هنا، والله مش بعمل الحاجات دي كلها لوحدي على فكره، يعني ما هو حاجات كتير برضو، عشان في ناس بتدخل الفيديو في تعليقات كده كانت بتقول انت بتعملي كل الحاجات دي يا جماعه؟ قولوا بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ما تعملوا يعني، انتوا ايه اللي مش مخليكوا تعملوا يعني؟ فالحمد لله تمام تمام. بصوا بقى، حطينا مكعب، حطينا كمان بهارات، وحطينا اللهم صل على سيدنا محمد، برضو يعني حوالي نص معلقه او معلقه فلفل من اللي هي ايه الاحمر دي. وهنقلبهم مع بعض، اول ما بيغيروا لون بننزل عليهم بالصلصه بتاعه الطماطم زي ما انتم شايفين. حلوه جدا وطريقه سهله ومفيش بعد كده. وبعد ما بتتسبك شويه صغيرين بننزل عليهم بالكفته زي ما قلت لكم، وهوريكم الشكل النهائي دلوقتي. بعد بقى كده ما استوت وحطيناها في الاطباق، غرفنا بقى في الاطباق وعملنا جنبها سلطه، والشكل النهائي بتاعها كان حلو جدا بصراحه. يعني مفيش اسهل من كده. بصوا بقى الكفته لما هتنزل في الصلصه، بصوا احنا هننزل دلوقتي الكفته في الصلصه بتاعه المكرونه. طبعا ما تقوليش هتتهري ولا الحاجات دي، حتى لو اتهرت هي كده كده اصلا الصلصه هتتحط على المكرونه يعني، وهي مش هتتهري ولا حاجه. انت طبعا ما تزوديش ميه ولا حاجه، احنا هو بالشكل ده. بعد كده حطينا الاطباق وحطينا الكفته من فوق، وعليهم بقى ايه رشه خضره ولا حاجه. ده كان الشكل النهائي بتاعه، وعملنا جنبها طبق سلطه. الفيديو طبعا بتاعنا خلص، اتمنى لو وصلت معايا للاخر وسمعتي كده معايا لاخر دقيقه في الفيديو تكتبي لي تعليق تحت وتعرفيني ان انت وصلتي للاخر. ولحد ما اشوفك طبعا في فيديو تاني، هتوحشيني، استودعكم الله، سلام عليكم.